زكريا طبعا روح في اليوم ده البيت، دخل اوضته، قفل على نفسه، طفى النور، فتح الشباك، قعد يفكر ما بينه وما بين نفسه: ابيع المصنع واروح اعمل مشروع في القاهره، عربيه القهوه اللي انا كان نفسي فيها مثلا. في لحظه ما بيفكر عينه وقعت على المكتبه اللي عنده في الاوضه اللي كان عليها الضوء اللي جاي من الشباك من بره، وبص كده بتمعن وعينيه كلها شر. ولا كمل؟ ما كده كده مصنع ابويا وبيجيب فلوس كويسه، ايه اللي يخليني ما اكملش؟ قام نط من على السرير بسرعه البرق وقام جاب كتاب المشروع من على المكتبه ونور نور الاوضه، مسح التراب اللي كان على الكتاب اللي كان بعنوان علاقة الزرعة بالواي فاي وازاي نقلعها بالاي اي. الكتاب ده يا صديقي كان مضمونه ان هو ازاي يتحكم في الزرعة عن طريق الاي اي، ازاي يراقب نموها، ازاي لو عندها مشكلة وهتموت نرجع تاني نصلحها ونحييها بجهاز صغير جدا لا يرى بالعين المجردة مدمج بالاي اي. هنا قرر زكريا انه يكمل في مصنع ابوه، بس مش هيكمل بالطريقه التقليديه. فكر في ان هو يتحكم في تفكير ومشاعر العمال عشان يقدر يكسب فلوس كتير وفي نفس الوقت ما يجيبش لنفسه وجع الدماغ والمشاكل. زكريا قرر يخرج مشروع تخرجه ده للنور، بس المره دي مش على الزرعه،